النهارده الخبر الخاص بتأجيل مباريات كأس مصر بالنسبة للزمالك والأهلي في دور ال 32. ويعني دول الفرقتين بس اللي تأجل لهم الماتشات. أما بيراميدز فلا، هيلعب عادي مبارياته مع الفرق الأخرى لأنه ما عندوش عدد كبير من اللاعبين تم انضمامهم للمنتخب الوطني، 3 تقريبا، وبالتالي ماتشاته عادية خالص. والأمور بالنسبة ل بيراميدز يعني بالنسبه للاهلي والزمالك هتكون موجوده بشكل طبيعي، ويمكن كمان هيتم يعني في تفكير لتاجيل بيراميدز الحقيقه لمبارياته ايضا في كاس مصر. طيب، فكره الفرق اللي بتلاعب الفرق الكبيره في الكاس مصر، بروكسي مثلا بيحتج على التاجيل ده، شايف ان التاجيل ده غير منصف ليه، ويعني برضو بيقول ان مفيش اسباب واضحه. المسؤولين في بروكسي بيقول مفيش اسباب واضحه ان المباريات تتاجل لنادي الزمالك، او مباراه كاس مصر في دور 32 قدام بروكسي تتاجل، لان نادي الزمالك يعني برضو بالنسبه له مفيش اسباب واضحه. ده يمكن احتجاج رسمي قدمه مسؤولين بنادي بروكسي. طيب، ما بعد